جربت مرة تسأل نفسك ليه في بداية علاقتنا بأي حد جديد بيبدأ دايما يبقى مهتم، واخد باله من كل تصرفاتك، واخد باله من تصرفاته هو كمان وبيحاسب عليها؟ هنتكلم في الحلقة النهاردة عن أسرار نفسية تخليك مش مضمون بالنسبة له، وبالتالي يخاف من خسارتك ويخاف على زعلك ويمسك فيك بإيديه وأسنانه. هستناكم في الحلقة. قلنا هنتكلم في الحلقة عن الأسرار النفسية اللي تخلي الطرف اللي قدامك متمسك بيك. في بداية علاقتك بالطرف اللي قدامك بتبقى أنت بتبذل كل ما عندك، فلازم أول حاجة تحط مبدأ الاحتمالات. يعني مبدأ الاحتمالات، أي علاقة كلنا فترات في حياة بعض، وارد نكمل وارد ما نكملش، فلازم تحط إن العلاقة أساسها الوضوح والصراحة والاحترام. ده هيخليك مش متعلق بيه تعلق مرضي، مش مهووس، عادي مشي ما اهتمش ما قدركش ما بقاش في حياتك، عادي حياتك بتكمل، روتين حياتك ماشي زي ما هو. بلاش مثلا فكرة لا أنا أموت من غيرك، لو مشيت أقطع شراييني، ما أقدرش أعيش من غيرك. الكلام السلبي ده اللي بيأثر عليك وبيخلي الطرف اللي قدامك يبقى ضامن وجودك، وبالتالي هيهملك، مش هيهتم بيك، ما أنت كده كده موجود في حياته. بأول حاجة حط مبدأ الاحتمالات، كلنا فترات في حياة بعض. تاني حاجة وأهم حاجة لازم يبقى عندك ثقة بنفسك، مش هو آخر حتة في الكوكب، عادي أنت واثق في نفسك. ده بيصير عنده حاجة من الاتنين، أول حاجة يا الفضول اللي هو إيه ده، هو أنا إزاي مش لافت نظره، هو أنا معقول كل اللي بعمله ده ومش مؤثر معاه، معقول هو بالتقل للدرجة دي. تاني حاجة بتصير فيه مبدأ الصياد، الراجل دايما بطبعه صياد، اشمعنى دي مش مهتمة بيا، لا ده أنا لازم أخليها تركز معايا، بالتالي بيبدأ يزود من اهتمامه بيك، بالتالي مصلحتك انت الكسبان. تالت حاجه بقى ان انت تقلل سقف توقعاته، ما تحاولش تقدم كل حاجه، ما تحاولش تبهره، ما تحاولش تعمل كل ما عندك عشان تبقى كافي، هدايا، وقت، مناسبات، اهتمام، عادي اتعامل عادي، ما تحاولش تبهر حد. انا دي طبيعتي عشان ابهر اللي قدامي او عشان الفت نظره. اللي مهتم هيبقى شايف اقل حاجه انت بتقدمها مميزه، او يبقى مهتم بده، وخليك دايما عارف ان انت السبب في التوازن اللي بيحصل في العلاقه. طول ما انت معلي سقف توقعات اللي قدامك هيفضل دايما مستني منك الاحسن، مستني منك الافضل، وخليك عارف دايما ان انت السبب في التوازن اللي بيحصل في العلاقه. طول ما انت مش رافع سقف توقعاته، مش مستني منك اي حاجه جديده، او مش مستني ان انت تبهره، انت بني ادم طبيعي موجود تتعامل بطبيعتك. الحد اللي قدامك ده هو حبك، يقدرك، مهتم بيك، هيشوف اللي انت بتعمله، هيشوف اقل القليل حاجه كويسه منك، فانت اللي بتعمل كده في نفسك. السر اللي بعد كده بقى ان دايما تفترض الاسوأ وتعمل الجيد. يعني مثلا هنفترض ان هو طلب منك ان انت تكلمه بالليل، فاقول له لا والله مش فاضي، مشغول، عندي حاجات مهمه، بدرس، خارج، رايحه جايه، عندي حاجات. يعني دايما تقول له ان انت عندك مشاغل، وبالليل كلمه، هيبقى مستني منك المكالمه دي، هيحس قد ايه ان انت قدرته، هيبقى ممتن جدا لتضحياتك ومحاولاتك ان انت حاولت تكلمه في وسط ان انت مشغول، وفي وسط ان انت قلت له ان انت مشغول ومش قادر. بعد كده مش هيستنى منك ان انت تعمل اكتر من كده، او هيشوف ان انت بتقدم اكتر ما في وسعك. فتخيل بقى حصل العكس وقال لك كلمني، فقلت له ده انا مستني المكالمه دي بفارغ الصبر، خلاص بعد كده ده العادي، هيبقى دايما طول الوقت مستني منك الاكتر، مش منبهر باي حاجه بتقدمها حتى لو قدمت اقصى ما في وسعك. فطول ما انت بتعمل كده ومش هيلومك، بالعكس ده هيقدرك ان انت في وسط مشاغل يومك حاولت تكلمه، هيقدر ده منك وهيبقى ممتن جدا لمحاولاتك دي. السبب اللي بعد كده بقى او السر اللي بعد كده، تحاول تتجنب الانبهار بالكلام. يعني ما تقيسش الكلام او ما تقيسش بالكلام، قيس بالفعل. في مثل بيقول فدان الكلام بقرش وإيراد الفعل ملايين. فخليك دايما مش سهل انبهارك، خليك حد تقيل كده راسي، مش اللي هو انا معجب بيك يا نهار ابيض، ده انا ما صدقت، ده انا كنت عايش على اللحظه اللي مستني فيها ان انت تقول لي ان انا معجب بيك، هنتجوز، يا امتى هنعمل ايه، هنروح فين. واخر حاجه بقى حاول في علاقاتك تعمل توازن، حب نفسك، تقدرها، عشان اللي قدامك هيشوفك في مرايتك. طول ما انت شايف نفسك كبير، عزيز، مهتم، مهم في عين نفسك، اللي قدامك هيقدرك، هيشوفك دايما حد مهم، حد لازم نحافظ عليه، نخاف على زعله، نخاف على وجوده. وبكده يبقى احنا اتكلمنا النهارده في الحلقه عن الاسرار النفسيه اللي تخلي الطرف اللي قدامك دايما مش ضامن وجودك، ماسك فيك ومتشعبط عشان عارف ان انت في اي وقت ممكن يخسرك. خلي بالك ان انت تقدر نفسك، عززها، تبقى عارف ان انت داخل العلاقه عشان تبقى مرتاح، عشان تبقى مطمن، عشان في طرف تاني بيشاركك حياتك ويشاركك افكارك. ركز في ده كويس قوي. لو عجبتكم الحلقه هستناكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، هستنى كل كومنتاتكم، ومبسوطه اني معاكم في السيزون الجديد حواء وادم بسرين العمري.